قبل كده قلت لكم ان في حاجات في البيت موجودة بنرميها في الزبالة اعزكم الله وبتجيب فلوس. دلوقتي ما ترميهاش. في كل فيديو بقول لكم الكلام ده. تعالوا بصوا الحاجات اللي المفروض ما تترميش. شايفين يا حبايبي؟ دي ازايز البيبس وازايز الزبادو، وفي حاجات تانية كتير هوريها لكم، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. ويا ريت ما تنسونيش من كومنت تذكروا الله فيه وتصلوا فيه على رسول الله. وما تنسوش يا بنات تعملوا لي لايك بعد اذنكم، لو سمحتوا فضلا وليس امرا تعملوا لي لايك عشان الله هو اللي بيرفع الفيديو. دي ازايز البيبس حبايبي. ايه العيال بيجيبوا بيبس ودي بطرمان الجل وازايز الزبادو وكوبايات قديمه. بس الكوبايه دي انا بحط فيها الزيت لما الرواسب اللي في الزيت تتركز في قعرة الكوباية. بعد كده هدلقهم في ازازة، وهوريكم دلوقتي بالفعل ازاي ان الازازة لما يتركن فيها الرواسب وازاي الازازة يبقى فيها الزيت صافي. المهم دي حبايب قلبي، لو عندك ازازة بيبسي ما ترميهاش، عفصيها كده وخرجي الهواء منها. لو المكان عندك ما يسمحش انك تسيبها كده صيحة، وحطهم في شنطة وعلقهم لغاية ما تحوشوهم كده حبة، تبيعهم ب20 ب15. انت الاولى بالفلوس دي اللي هتترمي في الزبالة. وده بطرمان كان ابني جايبهولي، جيركن بتاع بريل فاضي. ده فاضي، انا ما بجيبش الجراكن دي، ده فاضي. وده الجيركن القديم اللي عندي للاسف اتكسر. بجيب الصابون السايب بملاه منه الجيركن ده. بصوا اتكسر على جنب هنا، بحط فيه الصابون لقيته بيسرب على جنب، فجاب لي واحد مستعمل. وده خلاص بقى ايه، هيتباع مع الحاجات اللي احنا هنبيعها ان شاء الله. ده يا بنات انا بجيب الصابون السايب وبفضي، بملى منه زي ما انتم شايفين العلبه دي، وبملى منه عامله علبه صغيره وحطها على الرخامه على طول. بصوا حبايبي قلب الصابون اهو، الصابون اهو. ده لو احنا في المنطقه اللي احنا فيها، لو هتجيبي كيلو الصابون السايب يديك الكيلو ب6 جنيه. لكن لو انت هتجيبي ب20 جنيه على بعضيه بيديكي ال4 ب20 جنيه على بعضيهم دول. بس عشان كده انا بحب اجيب ب20 جنيه. بقول ايه، انا اولى بالكيس الزياده اللي احنا هناخده. فبجيب ال4 كيلو، كنا فاتحين كيلو مستعملين منه، ودول ال3 لسه ما فضيتهمش في العلبه. هفضيهم في العلبه وهوريكم العلبه لما افضيهم منها ان شاء الله. حلو قوي الصابون ده يا بنات، وجميل ومركز وحلو. بس احنا ما بنزودوش ميه. ودي العلبه اللي انا بسندها على الرخامه بملاها ولاستعمال المواعين. انا ما بجيبش الازايز دي خالص لان الازايز دي غاليه. احنا عايزين نوفر كل قرش وعايزين نوفر كل جنيه. احنا اولى بالصابون السايب، جميل جدا ومركز وتقيل. في منه الاصفر، في الاخضر، في الازرق، وفي الابيض. عند بتاع الصابون كل واحد على حسب منطقته حبايب قلبي. دي بقى هوريكم الكميات بعد ما حوشتها. ازازه كورول، ازازه كلوريكس، بطرمان شامبو، بطرمان جل، ازايز شامبو، في كمان عايزاكم البطرمان اللي هو بتاع حمام الكريم برضو ده حلو. كراتين البيض. بصوا حبايب قلبي، انا عشان يعني ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب، انا كل بملى شنطه بنزلها تحت وبنحطها في شوال. مليت شوالين كبار من الازايز ومن بصوا بطرمانات العلبه بتاعت الشامبو وحمام الكريم والبلسم وكل الحاجات دي انا بشيلها، ما برميش ولا حاجه. اي حاجه دلوقتي والله ما بقيت ارميها. كل الحاجات كانت دي الاول كانت بتترمي في الزباله. وده الزيت يا حبايب قلبي، الازازه الخضراء دي كانت مليانه. رحت انا جبت ازازه زيت فاضيه وفضيتها فيها، علشان بتاع الزيت لما باجي بحاله بيصفي الزيت، بياخد الزيت السايب والرواسب دي ما بيحسبهاش. فانا ببقى حامله في حسابي مثلا الازازه دي كيلو وربع، يروح هو يقول لي لا دي كيلو الا ربع، دي كيلو الا كذا، لان الرواسب دي بتوزن معاه فهو ما بيحسبهاش. فانا قلت على ايه، طب ما انا هديله زيت صافي ما فيهوش رواسب واخد مبلغ فيهم حلو، بدل مثلا ما اخد 20 جنيه ولا 25. لا، الكيلو ب35 جنيه. مثلا لو جابت كيلو، دي كيلو ولا شويه، عشان ازازه الزيت دي صغيره، كيلو الا 10 جرام تقريبا، فباخد فيهم 35 جنيه. دي ازازه كاتشب. بصوا انا ما برميش اي حاجه خالص، شماعه، ازازه، اي حاجه متعلقه بالبلاستيك ما برميهاش، بشيلهم وبخزنهم وببيعهم. الشوالين دول هم بسم الله ما شاء الله بعتهم ساعتها ب55 جنيه. انتوا عارفين طبعا البلاستيك خفيف، ويا ريت تفكري وتدبري.